نائب رئيس المخابرات التركية، دي معلومة أكيدة، التقى عضو بالمجلس الوطني الليبي. نائب رئيس المخابرات عفوا القطرية التقى عضو بالمجلس الوطني الليبي يوم 15 يناير الماضي عشان ينسق معاه بقى عملية استهداف المصريين بليبيا من خلال الميليشيات بقى الموجودة سواء في بنغازي ولا في طرابلس ولا في أي مكان حصل فيه استهداف الفترة اللي فاتت. وتم الاتفاق على أن المخابرات القطرية هتدفع مكافآت مالية ضخمة جدا لهذه العناصر، عناصر الميليشيات الليبية التي تنتمي لتنظيم الإخوان في ليبيا لاختطاف المصريين هناك. وده الأمر اللي بيفسر ليه ولادنا بيتخطفوا، ليه ولادنا بيتذبحوا، ليه ولادنا بيتقتلوا في ليبيا. جماعة الإخوان بليبيا وضعت على أجندتها إقناع المجلس الوطني في اجتماعاته القادمة بقطع العلاقات التجارية مع مصر. ده بقى المعلومة الجديدة، بيفتكروا الكلام ده عشان واحد هيجي يقول لي بعدين بعد ما تنقطع هيقول لي دلوقتي لا ده كلام فاضي. ماشي يا سيدي كلام فاضي، بس أنا بقول لك أهو المجلس الوطني الليبي، ودي معلومات أكيدة ومحدش يسأل منين ولا ليه، معلومات أكيدة بقول لكم أهو، محدش بقى يتفلعص ويجي يقول لي ده تسريبات وده كلام مش عارف إيه، شغل الأونطة اللي بتضحكوا بيه على الناس وتنصبوا بيه على الناس. خلاص الناس بقتش تصدقوا. أنا بقول لكم أهو ليبيا هتقطع العلاقات التجارية مع مصر، ودليل كلامي النهارده ما دخلوش أي عربيات تحمل مواد تجارية أو سلع معمرة او غيره الى الحدود الليبية من مصر، قادمة من مصر لليبيا، ودخلوا عربيات السلع الغذائية فقط. يبقوا افتكروا انه قريب جدا ليبيا هتقطع العلاقات التجارية مع مصر. بعيدة مرة تانية، ستقطع ليبيا العلاقات التجارية مع مصر بأمر من جماعة الإخوان في ليبيا وبإعاز من قطر وتركيا والمخابرات التي تقف خلفهم. ادينا بنحذر، اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد.